لما اكون بقى قاعده ومشطبه مطبخي ومخلصه كل اللي ورايا، والنهارده يوم اجازتي من المطبخ، بقضي كده نواشف ببواقي التلاجة، وابص الاقيه بقى بيتصل عليا وبيقول لي قدامنا تلت ساعه بالظبط وندخل عليكي، واعملي لنا بقى غدا يشرفني قدامهم. وخدي بالك هم عاوزين ياكلوا فراخ مشويه وكمان كفته. طب اعملها ازاي دي؟ انا ما عنديش الا فرخه واحده بس، عينها اصلا ليوم الجمعه. ما كانش عندي استعداد ان انا اطبخ النهارده. تفتكروا ان انا هقدر ان انا اعمل فراخ مشويه وكمان كفته بفرخه واحده؟ تعالوا بقى شوفوا الجديد واحكموا انتم بنفسكم. وقبل ما ابدا، الله يسعد قلبها كل اللي تحط لي لايك. الله ينجيها يا رب وينولها كل اللي بتتمناه اللي تحط لايك للفيديو ده. بصوا بقى، الفرخه اللي قدامكم دي كانت حوالي 2 كيلو و700 جرام. انا جايباها الصراحه ليوم الجمعه. بدات ان انا اقسمها، يعني بصوا الربع الواحد قسمته على 3. بالنسبه للناس اللي عاوزين ياكلوا كفته، هجيب لهم كفته منين؟ فانا اتصرفت. سبت نص صدر فرخة على جنب، هتشوفوا انا هعمل بيه ايه دلوقتي. عملت كفتة بدون فرن وبدون وبدون شوي، وفي اقل من 10 دقايق بالظبط. الربع التاني قسمته ل5 قطع زي ما انتوا شفتوا. بعد كده جبت معايا هنا 4 بصلات، قطعتهم لجوانح، بس جوانح تكون محملة. كمان قرنين من الفلفل الرومي وبرضه قطعته لمكعبات. بصوا انا كنت في الوقت ده بسابق الزمن. بعد ما قطعت الفلفل وكمان جبت فلفل احمر وقطعته، جبت بقى معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره، معلقه من مرق الدجاج، معلقه من البابريكا، ومعلقه كمان من الزعتر. ظبطت الملح بتاعي واخدت بقى الخضار ده ومرقته كويس قوي لغايه ما البصل نزل ميته. جبت حله عاديه خالص، فرشتها كده فرشه من الخضار اللي احنا اتفقنا عليه. وجبت طبقه من الفراخ، طبقه الصدور هي اللي تكون تحت عشان بتاخد تسويه اكتر. طبقة تانية من الخضار، وكنت كمان قطعت معاهم حبتين 2 من الطماطم ضفتهم برضو. وكمان ضفت بقى الطبقة التانية من الفراخ. وطبعا خلي الطبقة التانية هي الوراك عشان مش بتاخد وقت. فصين 2 من التوم قطعتهم كده بلدي على ايدي، ومعلقة من هريسة الشطة. ما تقلقيش خالص، 5 دقايق بالظبط والفراخ هتكب كل ميتها. اهم حاجة خلي النار بتاعتك تكون وسط. عملت جنبها رز بالشعريه، وفي جزء منهم كمان كان عاوز ياكلوا بعيش، فانا اشتريت الصراحه عيش، ما عملتش عيش في البيت. حمرت الشعريه وضفت عليها الرز، شوحتهم كويس قوي لغايه ما خشونت معايا. ظبطت الملح وضفت الميه وسبت الرز عشان يستوي معانا بالشكل ده. الرز طلع مفلفل وحلو جدا. بصوا بقى في اللقطه اللي انا بقلب فيها الرز، كانوا هما بيفتحوا الباب وداخلين. تمام كده تمام. الفراخ اخدت معايا بالظبط نص ساعه وكانت استوت بالشكل ده. انتوا طبعا انا قلت لكم الصدور خليتها تحت علشان تاخد نفس تسويه الاوراق، لان هي بتاخد تسويه اكتر. ده الصوص اللي خرج من الفراخ، انا ما ضفتش عليها ولا نقطه ميه، يعني بصوا دي المثل بتاع الفراخ. تعالوا بقى نحول الفراخ دي لفراخ مشوية، وطعمها كان حلو جدا. معلقة من صوص الباربيكيو، معلقة من الكاتشب، نص معلقة من الفلفل الاسود. يلا ندهن الفراخ، نسخن الفرن تحت الشواية على طول وندخل الفراخ بتاعتنا دي. في الوقت ده ولعت فحمة وطفيتها في قلب الفراخ وهي في الفرن، وغطيت عليها وطلعت تحفة. ريحتها وشكلها، وكان ما شاء الله الكل اعجب بطعمها. كمان انا عملت جنبها، بس هسيبه لكم في فيديو منفصل، الكفته. عملتها كفته على عين البوتاجاز، وبرضه ولعت لها فحم وعجبتهم جدا اكتر من الفراخ كمان. يعني من فرخه واحده عملت الفراخ دي وعملت كفته. وانا بقى عاوزاكم تقيموا الفيديو ده وتقولوا لي هتدوه كام من 10، واستحق ان انتوا تقولوا لي تسلم ايدك ولا لا، وطلعت ست بيت شاطره، ولا انتوا شايفين ايه؟